السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. نتوما تشاهدوا الفيديو اليوم. انا وجدت معكم هذه الكيكه الخطيره بنينه بزاف ولذيذه. تجي معلكه بواحد الطبقه اللي هي واعره، طبقه الكراميل مع التفاح والجزر اللي هو خيزو. نتمنى هاد الكيكه تعجبكم وتطيبوها وتجي غتجيكم ان شاء الله واعره وغتعجبكم وغترجعوا لعندي وتشكروني ليها ان شاء الله يا ربي. كيكه بدون فرن، على المقله وعلى البوطه، ما غنعملوهاش في الفران، وفي نفس الوقت لذيذه وهشيشه منعشه، كتجي واعره. نتمنى انكم تجربوها، وبسم الله على بركه الله. نبداو المقادير وطريقه التحضير: 2 بيضات، كاس الا ربع د الزيت، قبيصه د الملحه، كاس الا ربع د سكر سنيده، سكر سنيده على حسب الرغبه ديالكم. غنضيف هنا نص كاس ولا تقريبا 4 كاس الا ربع حتى هو ديال الماء دافي، غير دافي البنات، ومعصره فيه واحد نص حامضه. هنا عندي خيزو اللي هو الجزر، حكيته بهذا الشكل هذا في الحكاكه. خزويه وحده كبيره، الا عندكم صغير ضيفوا 2 وصافي. وكنطحنوا هذا الشيء مزيان مزيان حتى ما يبقاش يبان لنا هاد خيزو نهائيا. هنا نسيت الفاني، ضفت معلقه صغيره د الفاني، وغندوز باش نطحن هاد المكونات هادو كاملين. كيصبح لنا هاد الخليط على هاد الشكل هذا. نضيف الدقيق تدريجيا شويه بشويه. 3 الكيسان اللي ضفت ما عمريش مزيان الدقيق، وضفت 2 ساشيات الخماره، وغنعاود نطحن مزيان، وغنحتاج مازال دقيق. يعني نتوما تضيفوا شويه بشويه حتى توقفوا في القوام اللي غنوريكم. ضفت هنا نص كاس الدقيق، معلقه الخل، وعاود طحنت مزيان. تحصلت على الشكل هذا، هو هذا القوام المطلوب. غنحيد هذاك الموس وغنوريكم القوام ديالو. هو هذا القوام ديال العجين اللي حنا خصنا نوصلوا ليه، يكون خفيف وما ثقيل. جبت هاد المقله هذه اللي انا ندير فيها زعلوك، ندير فيها اي حاجه كنستعملها في الايام اليوميه ديالي كامله. دهنتها بشويه الزبده وتبت عليها هذاك ورق الطبخ. فرشت واحد نص كاس سنيده باش تجيني واحد الطبقه اللي هي مقرمشه ولذيذه ومعلكه مع التفاح. فرشته من التحت وضفت ودرت عليه هاد فرشت عليه هاد التفاح بهاد الطريقه هذه. راه كلشي واضح. هي هذيك. كنكب هاد الخليط، نرفع يدي للفوق ونكب الخليط ديالي اللي هو خليط خفيف، غير من القوام ديالو كتبان البنه والهشاشه اللي غيجي فيها هاد الكيك، حيت الخليط ديالنا ماشي ثقيل، كيجي هشيش بزاف وبنينه. ونوع شويه من الكيك اللي نديرو دائما ناشف. هذه كتجي واحد الكيكه اللي هي بحال اللي كذا كل بحال اللي انت ساقياها وهي ما ساقياهاش. ديك الطبقه ديال الكراميل كتزيد تسقيها وكتزيد تعطيها البنه، كتجي بنينه بزاف.
وكما قلت لكم ضروري العافيه تكون مهيله، تكون متوسطه لأقصى درجه. كنعمل واحد المقله انا عملتها دائما كندير فيها المقله هذاك الفخير. المهم كنخليها غير للدمير. شي مقله تكون عندكم ما تستعملوهاش في المطبخ كديروها من التحت عاد تعملوا فيها المقله اللي فيها الكيك من الفوق باش تشد لكم السخانه وما تخطف لكمش وتحرق دغيا. طيب على خطره على المهل. هي هذيك البنات شفتها واش طابت، لقيتها طابت، دخلتها للفران تحمرت. واللي بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الفران ممكن انهم يقلبوها في المقله ويخليوها تحمر في المقله. انا عندي الفران دخلتها يتحمرت شويه من الفوق وجبدتها، اما من التحت هانتوما تشوفوا النتيجه. النتيجه روعه ما شاء الله. وهنا قطعتها خليتها طابت على خطره كما قلت لكم كتجي هشيشه وبنينه. نتمنى الفيديو ان نكون قصرت لكم الفيديو وجا على قد كيف ما كتحبوا نتوما، ونكون خفيفه ظريفه على القلب ديالكم. هو هذا الفيديو ديالي، نتمنى انه يعجبكم. كتجي هاد الكيكه خطيره وبنينه بزاف، لذيذه واقتصاديه معلكه كما تشوفوا، ماشي ناشفه. واحد البنه فيها البنات واعره معلكه بديك الطبقات الكراميل، هادشي غزاله. حتى التفاح كيتعلك مع هذيك الكراميل كيجي بنين. ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. صحتكم.